بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. فيديو النهارده هنتكلم عن الهاندلنج بتاع النتورك ايرور. طيب السيناريو الطبيعي اللي بيحصل معايا ان انا بخش اعمل الريكوست بتاعي، سواء بقى عملت الكيوبيت والريبوز الاي بي اي سيرفيس وكل الكلام ده، وجيت عملت الريكوست، اليوزر داس على البوتن بتاعي والمفروض ان هو يخش يعمل اكشن معين. طيب الاكشن ده بيخش يبعت ريكوست للسيرفر او بيبعت ريكوست للاي بي اي بتاعتي، والمفروض الاي بي اي بتاعتي تبدا بقى ان هي تهندل في حاجه اسمها الكونكتيفيتي تايم اوت والكلام ده كله. فبيبعت ريكوست، لو ما فيش نت هيبدا ان هو يلود يلود يلود، بعد كده في الاخر هيرمي لك يقول لك والله انت عندك مشكله في النت مثلا او حاجه. طيب الموضوع ده بيبقى مكلف لان انت بتعمل ريكوست على الفاضي، يعني انت بتعمل ريكوست وعارف ان هو مش هيحصل فيه اي حاجه. فبدل ما تخلي اليوزر يعمل ريكوست، لا انت المفروض تبقى مهندل. ودايما دايما دايما حاول تخليك معرف اليوزر اللي بيحصل في الابلكيشن بتاعك. عندك مشكله في النت، قول له والله انت عندك مشكله في الكونكشن بتاعك، اتاكد ان انت عامل كونكت للواي فاي وارجع تاني. عندك مشكله في الاي بي اي، جالك من الاي بي اي مشكله معينه، ابدا ان انت هندل الايرور ده وعرف اليوزر عشان يبقى فاهم هي دي مشكله من عنده ولا مشكله من عندك، ولا السيرفر واقع ولا مفيش نت. لازم دايما يبقى اليوزر عارف اللي بيحصل في الابلكيشن بتاعك. طيب النهارده هنعملها بطريقه بسيطه جدا جدا جدا، والموضوع ده ليه اكتر من طريقه، فشوف الطريقه اللي تعجبك والطريقه المناسبه بالنسبه لك. انا النهارده هنتكلم عن فيديو بسيط جدا جدا في حوار الكونكتيفيتي. فطبعا لو جيت تتكلم عن الانترنت والكونكشن والكلام ده كله، اول باكج هتيجي في دماغك هي الكونكتيفيتي بلس. احنا مش هنستخدم الكونكتيفيتي بلس لسبب معين، نفس فكره البلوك والكيوبيت. هشرح لك دلوقتي ليه. الكونكتيفيتي بلس مسؤوله عن جميع انواع الكونكشنز، مش مسؤوله عن النت بس، لا دي مسؤوله عن النت، مسؤوله عن البلوتوث، مسؤوله عن النت سواء واي فاي، ايثرنت، او داتا، كل الكلام ده كله. يعني نقدر نعتبر ان الكونكتيفيتي بلس دي شبه البلوك بتاعنا، هي بتعمل كل الوظيفه اللي احنا محتاجينها بس بزياده. يعني انا مش محتاج البلوتوث، فانا هجيب باكج كبيره فيها الانترنت وفيها البلوتوث وفيها جميع انواع الكونكشنز، انا مش محتاج كل ده، انا بس محتاج اتشيك على الانترنت بتاعي. فطلعت باكج جديده اسمها انترنت كونكشن تشيكر بلس. لو جينا بصينا على الانترنت كونكشن تشيكر بلس هتلاقي ان هي اصلا مبنيه على الكونكتيفيتي بلس. يعني هي نفس فكره الكيوبيت والبلوك، ان الكيوبيت دي ان البلوك حاجه كبيره والكيوبيت ده جزء مصغر منها بيفوكس على شيء معين بس من البلوك. نفس فكره الكونكتيفيتي بلس والانترنت كونكشن تشيكر. فهنبدا ان احنا نستخدم الباكج دي وسيبك من الكونكتيفيتي بلس دلوقتي. فلو جينا خدنا كوبي وطبعا هنروح على البروجكت بتاعنا. انا عملت بروجكت جديد وضفت الديبندنسي بتاعتنا اللي هي انترنت كونكشن تشيكر بلس، والفيرجن الحاليه اللي هي 2.7.2. وطبعا عملت بابجيت وجيت عملت طبعا هنا المين سكرين بتاعتنا او المين بتاعنا مفيش فيه اي حاجه، هو المين الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. انا بس عملت سكرينه جديده فيها اليو اي اللي انا هبدا ان انا اعرضه لليوزر. طبعا تشات جي بي تي او ديب سيك او كلاود او اي 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 ممكن يعمل لك الكلام ده بسهوله جدا. فتقدر ان انت تهندل بقى بالطريقه اللي في دماغك، ده مجرد يو اي انا هعرضه لليوزر لو انا ما عنديش نت. فسيبك من السكرين انا دي مش مهمه. تمام، هنيجي في المين فانكشن بتاعتنا. طبعا انت عايز ترتب الموضوع ده كله بدماغك انت براحتك، انا بشرح لك بس الفانكشناليتي هتتعمل ازاي. تمام. طيب لو جينا في الماي اب اللي هي شايله الماتيريال اب بتاعي، ده المكان اللي شايل الابلكيشن بتاعي كله، والمكان اللي انا عايز اهندل فيه النتورك ايرور هاندلر بتاعي. عشان في اي سكرينه في الابلكيشن هبدا ان انا هو مجرد ما يطفي الواي فاي او النت ضعيف او مش لاقط نت او اي حاجه، هبدا ان انا اعرض له السكرينه بتاعتي. تمام، يعني انا عايز الموضوع ده جلوبال على مستوى الابلكيشن. فطالما جلوبال على مستوى الابلكيشن، الحاجه اللي ماسكه الابلكيشن بتاعي كله هي الماتيريال اب. فلو جينا في الماي اب بتاعي، خلينا الماي اب ده حولناه لستيتفول ويدجت، وهنعرف دلوقتي ليه حولناه لستيتفول ويدجت. طيب اول حاجه نعملها محتاجين ان احنا نعمل اتنين variables. تمام، اول حاجه هنعمل بوليان عشان نبدا ان احنا نعدل اليو اي بناء على البوليان بتاعنا، فهنسميه is connected وهيبقى القيمه الديفولت بتاعته هتبقى false. تاني حاجه هيبقى عندي حاجه اسمها stream subscription. تاني حاجه هي ستريم سبسكريبشن، وهيبقى اسمها سبسكريبشن عادي جدا، وطبعا هتبقى nullable عشان هنبدا ان هي ممكن تبقى null وممكن ما تبقاش null.
طبعا هنيجي بعد كده نعمل الانت ستيت بتاعتنا. الانت ستيت بتاعتنا محتاجين فيها نعمل كذا حاجه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، احنا محتاجين ان احنا نبدا نلسن على الانترنت. تمام، محتاجين نفتح ستريم مع الانترنت الباكج بتاعتنا عشان نعرف دايما الكونكشن ستيبل ولا مش ستيبل. تمام، فنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هتجيب السبسكريبشن بتاعنا، سيبك من الويند سيرف او سيبك من الديب سيك، سيبك من الاي اي اللي شغال، هنبدا ان احنا نعمل الكلام ده مع بعض. اول حاجه هتجيب الكونكتيفيتي، مش الكونكتيفيتي بقى، هنجيب حاجه اسمها الانترنت. سيبك من الكلام ده كله، خلينا نعمله بايدينا عشان الكلام ده بعيد جدا عن اللي احنا عايزينه. هنجيب الباكج اللي اسمها انترنت كان اسمها انترنت ايه، انا نسيت. انترنت كونكشن. طيب هنجيب انترنت كونكشن دي، هنجيب انستنس من الباكج بتاعتنا. لو جينا عملنا دوت هتلاقي في حاجه اسمها الاون ستاتس تشينجز او اون ستاتس تشينج. ده عباره عن ستريم اوف انترنت ستاتس. الستريم ده فيما معناه عندك حاجه اسمها الستريم وعندك حاجه اسمها الفيوتشر. الستريم دي زي داتا بتجيلك دايما او بتجيلك على طول بشكل مستمر، انما الفيوتشر دي حاجه ان انت بتعمل لها كول في المستقبل او حاجه لسه بتاخد وقت قبل ما تحصل، انما الستريم دي حاجه بالفعل هي شغاله. فهنجيب الاون ستاتس تشينج. بعد كده هنعمل حاجه اسمها دوت ليسن. الليسن دي هي بتبقى ماسكه الداتا بتاعتك او ماسكه انستنس من الايفنت اللي بيحصل. فطبعا احنا مش هنسميه از كونكتد، احنا نسميه نسميه ستاتس عشان هو عباره عن ستاتس. لو جينا بصينا عن الليسن هتلاقي ان هو ستريم سبسكريبشن اوف انترنت ستاتس، فاحنا ممكن نسميها ستاتس عادي جدا. وبعد كده هنبدا ان احنا نفتح الكيرلي بريسز بتاعتنا. طبعا هنقفل السيمي كولون بتاعتنا عشان، خليني بس اظبطها عشان الايرور يروح. تمام، طيب احنا دلوقتي بدانا ان احنا نعمل ليسن على الستاتس بتاعتنا سواء كونكتد او مش كونكتد. فاحنا جوه الكيرلي بريسز هنبدا نعمل سويتش كيس. وطبعا سويتش كيس بفضلها احسن من الاف عشان ما تقعدش تضايق الدنيا على نفسك. بعد كده سويتش الستاتس، يعني من الاخر انت بتتشيك على الستاتس، والله لو الستاتس كونكتد خلي لي الفاريبل بتاعي بترو، لو ديسكونكتد هخلي لي البوليان بتاعي بفولس. طبعا ده مش من نوع انترنت كونكشن ستاتس، هو انترنت ستاتس بس. فنبدا نظبط التو انستنسز بتوعتنا بتوع الانترنت ستاتس بتوع الباكج بتاعتنا. طيب باختصار شديد جدا، اللي بيحصل دلوقتي انا عملت اتنين فاريبلز، واحد بوليان ده عشان هابديت اليو اي، لو هو مش كونكتد هعرض له السكرينه الثانيه، لو هو كونكتد هعرض له طبعا الابلكيشن بتاعنا العادي. تاني حاجه الستريم سبسكريبشن. طيب انا ليه عملتها فاريبل؟ طب انا ممكن لو جيت عملت شلت السبسكريبشن ده هتلاقي ان هو عادي شغال جدا، شغال عادي جدا ما فيش فيه اي مشكله. انا عملته فاريبل عشان اهم حاجه طالما فتحت ستريم لازم تقفل الستريم عشان ما يحصلش ميموري ليك بعد كده. فطبعا هنيجي نوفررايد الديسبوز بتاعتنا وهنجيب الفاريبل بتاعنا اللي هو عباره عن سبسكريبشن دوت كانسل. الكانسل دي اللي هي الديسبوز بتاعه السبسكريبشن بتاعنا. طبعا الكلام ده عشان احنا لسه ما عندلناش الدنيا بتاعتنا، بس هنعمل ريستارت هتلاقي ان الباكج شغال عادي جدا والابلكيشن شغال ما فيهوش مشكله. طيب انا دلوقتي عايز ابديت اليو اي، انا خلاص بتشيك لو هو كونكتد خلي البوليان بتاعي بترو، لو هو مش كونكتد خلي البوليان بتاعي فولس. طيب انا الكلام ده بابديته وبعمل سيت ستيت. انا بعمل سيت ستيت، ممكن الناس ما بتحبش السيت ستيت براحتك، يعني عايز تعملها بالبلوك، عايز تعملها بالبروفايدر، عايز تعملها بالكيوبت، كله بينفع وكله شغال. طبعا تاخد بقى البوليان ده او الفاريبل ده تحطه جوه الكيوبت بتاعك او جوه البروفايدر بتاعك وتبدا ان انت تهندل الدنيا. انا ما عنديش مشكله مع السيت ستيت طالما في نطاق محدد وعارف ان انت بتبيلد ايه بالظبط، فما فيش فيها اي مشكله. وما تنساش في الاخر تعمل الديسبوز عشان الستريم ما يفضلش مفتوح ويحصل اي ميموري ليك. بعد كده هنبدا بقى ان احنا نابديت اليو اي. طيب انا هنا عندي في الماتيريال هو شايل الهوم بتاعه عباره عن الماي هوم بيج، ده الديفولت بتاع فلاتر اللي هي السكرينه اللي احنا شايفينها قدامنا. طيب انا مش عايز اعرض السكرينه دي بس، انا محتاج ان انا ابدا بقى اتشيك على البوليان بتاعي، لو هو از كونكتد اعرض لي السكرينه الطبيعيه بتاعتنا، لو هو مش كونكتد اعرض لي الانترنت
كان اسمها انترنت ايه، نو انترنت سكرين. خلينا نجيب النو انترنت سكرين بشكل عادي جدا. خلينا بس نعمل ريستارت ونبدا ان احنا نهندل الموضوع بتاعنا. طبعا البوليان ده بعمله ابديت فوق، سواء انت فاتح نت او مش فاتح نت هو بيابديت. لو فاتح نت خلاص ده بترو، هبدا ان انا اعرض له الماي هوم بيج. لو هو فولس يعني معنى كده ان انا مش كونكتد، فانا هعرض له النو انترنت سكرين بتاعتي. لو جينا نجرب ونقفل النت على الايميوليتور بتاعنا، لو لاحظت ان هو كان فاتح الهوم سكرين العاديه جدا، دلوقتي انا قفلت النت هتلاقي ان هو فتح النو انترنت كونكشن. ليه؟ عشان دلوقتي الاس كونكتد بقى بفولس، عشان هو ديسكونكتد فبقى فولس، فيعرض تاني كونديشن اللي هو النو انترنت سكرين. دلوقتي انا ديسكونكتد، انا قافل النت، انا دلوقتي عرضت له مسج لذيذه، في مشكله ان الواي فاي اوف ونو انترنت كونكشن، معلش حاول تعمل كونكت وجرب مره كمان. انا دلوقتي قفلت ان هو مش هيقدر يستخدم الابلكيشن بتاعي. طبعا في كذا سيناريو او في كذا كيس انت ممكن تفتح له ان هو يشتغل، ممكن تبقى مكيش الحاجات دي لوكال مثلا وتسيبه يشتغل عادي جدا. انا دلوقتي بتكلم في كيس ان انت الابلكيشن بتاعك كله معتمد على اي بي ايز وريكوستات رايحه وجايه، فانت محتاج 100% محتاج النت. فلو جينا دلوقتي جربنا نفتح النت بتاعنا عادي جدا ورجعنا على الابلكيشن، هتلاقي ان مفيش اي حاجه حصلت. طيب ليه؟ في مشكله دلوقتي موجوده عندي في الابلكيشن. هتلاقي ان هو عمل ابديت عادي جدا، بس طبعا اللاج عشان موضوع الايميليتور. دلوقتي انا في الهوم سكرين، لو جينا جربنا قفلنا الواي فاي بتاعنا، هتلاقي ان الايرور سكرين او الهاندلر اللي احنا عاملينه ظهر. لو جينا فتحنا السكرين مره كمان ورجعنا للابلكيشن، هتلاقي ان هو مجرد ما الستريم وصل بدا ان هو عمل ابديت لليو اي بتاعنا ورجع للابلكيشن تاني. في كذا سيناريو وفي كذا كيس ممكن تهندلها، ممكن في الانترنت او نو انترنت سكرين ممكن تبدا ان انت تعمل ريتراي ان هو يعمل ريفريش او يتراي ان هو يكونكت تاني للواي فاي لو هو اتقفل او حاجه. وبس كده، ده فيديو النهارده، وسلام عليكم.